بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عندنا حصه شرح لتانية ثانوي، منهج تانية ثانوي. النهارده هنتكلم عن مصطلح ايه هي بقى الكثافه. لما نيجي نتكلم عن كثافه الماده سواء ماده صلبه او ماده سائله، ممكن نتكلم عن كثافه الغازات. ايه هو مصطلح الكثافه عموما؟ عشان نفهم مصطلح الكثافه، في دايما سؤال احنا بنيجي نساله لبعض، بنحاول نلخبط بعض بيه. ايه هو السؤال؟ ايه هو الاتقل، كيلو القش ولا كيلو الحديد؟ القش دوت اللي هو العيدان الجافه اللي بتطلع من المحاصيل الزراعيه. ففي ناس زمايلنا يقول لك ايه، كيلو القش ده اتقل ولا كيلو الحديد؟ يعني كيلو القش ده كبير وكيلو الحديد ده ممكن تكون حاجه صغيره. فبالنسبه لنا مين اللي اتقل؟ فتبدا بقى الناس تبدا تتلخبط. الاثنين نفس التقل يا جماعه، بس المشكله ان القش في الحاله دي بيبقى واخد حجم كبير، لكن الحديد بيكون واخد حجم صغير نفس الكيلو. طب ايه السبب؟ السبب هو اختلاف الكثافه، ان كثافه الحديد اكبر من كثافه القش. طب تمام، فدوت اول حاجه دوت الموضوع له علاقه بالكثافه، ان كثافه الحديد بتكون اكبر من كثافه القش. طب تمام، عشان نفهم الموضوع دوت اكتر هنقول مثال كده عندنا. ايه هو المثال؟ هنتخيل ان احنا جايبين 3 خزانات، كل خزان سعته 1 متر مكعب. ال1 متر مكعب يعني 1000 لتر. فهنيجي عند الخزان الاولاني دهوت عندنا اللي هو سعته 1000 لتر، وفي عندي خزان تاني برضه سعته هتبقى 1000 لتر، والخزان الثالث نفس السعه هيبقى 1000 لتر. وهاجي عند الخزان الاولاني اللي هو واقوم رايح مليه لاخره 1000 لتر من الزيت، 1000 لتر من الزيت. طب والخزان الثاني؟ هاجي عند الخزان الثاني وهملى لاخره لحد الاخر 1000 لتر من الميه، وهاجي عند الخزان الثالث وهملى لاخره 1000 لتر من الزئبق. يبقى في عندي 1000 لتر من الزيت و1000 لتر من الميه و1000 لتر من الزئبق. وهمسك ال3 خزانات دولت واحاول ان انا اقيس كتلتها. انا كان في اعتقادي زيكم ايام ما كنت انا طالب زيكم كده، ان انا لو انا جيت اقيس كتله الخزان الاول هلاقي ان كتله خزان الزيت هو نفس كتله خزان الميه هو نفس كتله خزان الزئبق. ما هو ده 1000 لتر وده 1000 لتر وده 1000 لتر، وده سائل وده سائل وده سائل. العلماء لما جم يحسبوا الموضوع دوت وجم يقيسوا كتله الخزان الاول اللي فيه الزيت بغض النظر عن كتله الخزان نفسه، وجم يشوفوا كتله الزيت اللي موجود جوه الخزان اللي هم ال 1000 لتر، لقوا ان كتله الزيت دولت حوالي 600 كيلو جرام. طب تمام، فانا متوقع دلوقتي ان الميه اللي تطلع يبقى كتلتها 600 كيلو جرام زيها. لا، جم يقيسوا كتله خزان الميه ال 1000 لتر ميه بغض النظر عن كتله الخزان نفسه، لقوا ان كتله الميه اللي موجوده جواه حوالي 1000 كيلو جرام. طب ثالث حاجه عندنا مين؟ الزئبق. جم يشوفوا كتله الزئبق، لو كتله الزئبق 13600 كيلو جرام. يبقى في الحاله ديت انا هستفيد ايه؟ ايه هو سبب اختلاف كتله الزيت عن كتله الميه عن كتله الزئبق رغم ان ال3 خزانات كلها قد بعض نفس الحجم؟ هو اختلاف الكثافه. فبنستفيد من كده ان كثافه الزئبق اكبر من كثافه الميه اكبر من كثافه الزيت، لان ال1 متر مكعب من الزئبق اكبر من ال1 متر مكعب اكبر من ال1 متر مكعب من الميه اكبر من ال1 متر مكعب من الزيت كتلته. طب تمام، يبقى انا عشان دلوقتي ادرس الكثافه في عندي هنا مثالين انا قلتهم. اول مثال اللي احنا بدانا بيه لما احنا رحنا ثبتنا كتله الحديد وكتله القش، جينا نشوف لقينا ان حجم القش اكبر من حجم الحديد، فاستفدت ان كثافه الحديد بتكون اكبر من كثافه القش. يبقى انا بستفيد ايه؟ بستفيد ان الكثافه اما بتيجي بتتناسب عكس مع الحجم، بس في الحاله ديت لما انا رحت ثبت الكتله، لما انا رحت دلوقتي قمت انا مثبت الكتله. طب تمام، المثال الثاني احنا رحنا ثبتنا الحجم بقى، هنا 1000 لتر هنا 1000 لتر هنا 1000 لتر، جينا نشوف الكتله ده انا كتله الزئبق اكبر من كتله الميه، في الحاله ديت اكبر من كتله مين؟ الزيت. يبقى في الحاله دي كل ما الكتله بتزيد كل ما الكثافه بتزيد، بس امتى؟ لما كنت مثبت الحجم. فاحنا نقدر نقول ان الكثافه بتتناسب طرد مع الكتله، بس الكلام ده عند ثبوت الحجم. رمز الكثافه عندنا يا جماعه، رمز الكثافه رو بتساوي الكتله على الحجم. يبقى الكثافه رو بتساوي الكتله على مين؟ على الحجم. ده اول حاجه الكثافه، يبقى الكثافه رو بتساوي الكتله على مين؟ على الحجم. طب تمام، ايه هو تعريف الكثافه؟ تعريف الكثافه قال لك هو كتله وحده الحجوم من الماده. تعريف الكثافه هي كتله وحده الحجوم من الماده. طب تمام، رقم 2 رمز الكثافه رو زي ما اتفقنا. رقم 3 قانون الكثافه رو بتساوي الكتله على الحجم. رقم 4 احنا عاوزين نعرفها الكثافه ديت يا جماعه كميه قياسيه ماهيش كميه منتجه. انا عندي دلوقتي كثافه الميه مثلا، احنا اتفقنا ان كثافه الميه 1000 كيلو جرام لكل 1 متر مكعب. خلاص انا دلوقتي مش محتاج غير ان انا اعرف الكميه قد ايه. في الحاله ديت انا محتاج اعرف المقدار، مش محتاج ان انا اعرف الاتجاه في الحاجه. ففي الحاله ديت الكثافه بتكون كميه قياسيه وليست كميه منتجه. كل اللي يهمني ان انا اعرف مقدارها قد ايه. تمام، ده رقم كام؟ 4. رقم 5 عاوزين نجيب صيغه ابعاد الكثافه. ايه هي صيغه ابعاد الكثافه؟ الكثافه رو بتساوي الكتله على الحجم. الكتله ديت كميه فيزيائيه اساسيه مش محتاج ان انا افكها، فبنزل الكتله. طب الحجم دي كميه فيزيائيه مشتقه. طب لما باجي افكك الحجم في الحاله ديت انا هحتاج افكك الحجم الطول في العرض في الارتفاع، L1 في L2 في L3. ففي الحاله ديت لو جينا نشوف هنلاقي ان الكثافه بتساوي الكتله ام على الطول في العرض في الارتفاع. الكتله كميه فيزيائيه اساسيه صيغه ابعادها ام، طب الطول كميه فيزيائيه اساسيه صيغه ابعادها ال، طب والعرض ال،